مريض جالي وانا بعيشكم في يومه زي ما حكالي بالظبط. انا بفطر يا دكتور الصبح سندوتش الفول وبجري على شغلي، بقعد على مكتبي من الساعة 9 لحد الساعة 6، بروح بيتي باخد وجبتي الرئيسية، بخلص واخد الشاي بتاعي ساعة كده واخش انام. روتيني اليومي ده اللي يؤدي الى ان انا الاقي ان الكوليسترول عالي جدا، دهون ثلاثية عالية جدا، ضغط عنده ما بيوطاش، وعندنا كرش محترم جدا. أول حاجة الفترة الكبيرة جدا اللي أنا باخد فيها من ساندوتش الفول لحد ما أرجع الساعة 6 ولا 7 ومفيش أكل خالص، ده بيقلل الجلايسيميك ريت بتاعي، فبيقلل معدل الحرق بقوة. الحاجة التانية تربيش مود اللي أنا بدخل أو نظرية الجوع اللي أنا بدخل فيها جسمي فترة كبيرة جدا. لما باجي بقى آكل وجبة الغداء بشراسة وقوة وباكل فيها كل حاجة، جسمي بيخزن كل الأكل اللي بيتاكل، وده يترجم ترجمة فورية لكرش محترم وخمول وكسل وزهق ومش قادر أتحرك من مكاني، ومجهودي ومعدل نشاط قليل 60 ل 70% عن ما كنت قبل كده. قالوا بقى أقول لكم عملنا معاه إيه. اولا حضرتك هتنزل الصبح، هناخد ساندوتش والتاني وكوبايتين زبادي وثمرتين فاكهه، ومعانا كمان لانش بوكس محترم. وحضرتك يا مدام هتكلمي جوزك في الشغل تقولي له افتح اللانش بوكس وكل الشغل مش هيطير. لازم ناكل وجبه محترمه في الشغل. فطرنا فطار محترم وكلنا وجبه محترمه، نرجع نتغدى، ويفضل نشيل النشويات خالص لان دي بقى مصيبه كبيره جدا. مفيش حاجه اسمها ناخد وجبتنا الرئيسيه وبعد كده ناخد حلويات وبيبسي والكلام الفاضي ده، مش هينفع. لازم وجبه محترمه، بروتين وسلطه وخضار، نشويات بسيطه خالص. قبل ما ننام بنص ساعه مثلا ناخد طبق الشوفان او كورن فليكس او طبق الزبادي او طبق الفاكهه. لازم ناخد مشروبات بانتظام على مدار اليوم ترفع لنا معدل حرقنا. لازم ناخد حاجه تحسن الهضم والامتصاص. لازم يبقى فيه ولو 10 دقايق كده مجهود حركي منتظم نتعامل على مدار اليوم.